السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الغاليين حبايب قلبي، وحشتوني وحشتوني. بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات. النهاردة قلت ايه، هنزل فيديو طقم ملايات الأطفال الجميل دون، وهقول لكم خد قماش قد ايه ومقاسه. السرير 120 بتاع الأطفال. السريرين بياخدوا كام؟ 120. ملايات عادية خالص، ما فيهاش قصات، ما فيهاش كرانيش، يعني مش ما فيهاش ميتشنج، يعني مش مدخله لونين في بعض، هي لون واحد. بتاخد 3 متر السريرين. السرير الواحد ملايه ومخده وخداديه بياخد 3 متر. الملايه بتاخد مترين، والخداديه والملايه بياخدوا متر، يبقوا 3 متر. هقول لكم دلوقتي انا جبت. طبعا انا هقص الملايتين على بعض. فاحنا بنجيب القماش من عند الراجل على التانية بتاعته. بصوا زي ما انا بوريكم كده، دي على تانية البورسون. يعني القماش طبيعي الراجل بيديهولك متني البورسون على البورسون، بتاخديه زي ما هو كده، ما بتفكهوش من بعضه. لو انت هتعملي ملاية واحدة قصي، هتجيبي ال3 متر طبعا. مقاس الملاية هتقصي تطلعي المترين هما الملاية، والمتر هتقصي للخدادية والمخدة. هنا انا تانية ال6 متر على بعض، عشان انا هقص الملايتين مع بعض. هطلع هنا بنقص من عند الناحية المفتوحة. يعني الراجل بيديكي المقاس اللي انت هتاخديه، سواء مقاس ملاية سواء ملايتين. انا عشان هقص الملايتين مع بعض، فتانية القماش بنقص من عند الناحية المفتوحة. بتقصي كام؟ هقيس دلوقتي زي ما انا بوريكم كده بالمزورة. باخد احط من اول رقم واحد ده بتبقى فيه الحديدة المتنية دي بتاعت بداية المزورة. فبنحطها على طرف القماش زي ما انتوا شايفين اهو، انا حطها. وبتقيسي طبعا انا عندي المزورة مش مترين، يعني هي اقل من متر ونص كمان. فانا هقيس اهو متر، بجيب لكم عندي 100 سنتي. 100 سنتي وهروح عايده تاني، هحط صباعي كده عندي ال 100 سنتي دي، واروح حاطه بدايه المزوره تاني، واقيس ال 100 سنتي التانيين اللي هو ايه المتر التاني. زي ما انتوا شايفين كده، خدوا بالكم دققوا هتلاقوا. بصي بقى ايه بقول لكم، 100 سنتي اهي كده. انا خدت ايه مترين، دول مقاس الملايه. انا هطلعهم. انا هقص بقى كده، هتني القماش. طبعا انا بقص على الارض. لو عندك ترابيزه كبيره، ترابيزه سفره ولا حاجه، قص عليها. بس انا بحب اقص على الارض كده، الحاجه بتبقى مفروده عندي يعني قدامي، وبتحكم فيها وبعرف افردها اكتر من على الترابيزه. زي ما انتوا شايفين كده اهو تنيت. انت لو هتقصي ملاية واحدة، لو انت جايبة ملاية واحدة برضو قيسي واتني وروحي قصة، عشان الباقي هيطلعي منه بقى ايه، المخدة والخدادية. كده كده حبايبي انا تنيت القماش. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي وسموا الله، وقولوا تملي في كل شغلكم قبل ما تقصي حاجة. سمي الله واذكري الله، حتى بتعملي اكل، بتعملي اي حاجه، سمي الله وصلي على الرسول دايما، عشان حاجتك تطلع مظبوطه وتطلع فيها البركه، وتبقي ماشيه بكده ببركه بسم الله الرحمن الرحيم وبركه الصلاه على سيدنا محمد. كده لما تنيت القماش انا قصيت كده، طلعت الملايتين من الملايتين زي ما انتوا شايفين كده، ركنتهم على جنب. هنا بقى دول ايه، المترين اللي انا هطلع منهم المخدتين والخداديتين. بصوا انا بفصل الملايتين اهو، بوريكم. خلي بالكم ان انا كنت تانية القماش عشان انا قصه ملايتين مع بعض. لو انت هتقصي ملايه واحده خدي بالك، هتجيبي 3 متر، هتقصي مترين تطلعيهم من ال3 متر، تركنيهم على جنب، وتبقى المتر اللي باقي هتقصي منه. احنا عندنا عرض المخدة بيبقى 45، هتقصي 50 سنتي، يعني المتر هنقسمه نصين. 45 سنتي دول عرض المخدة. في الطول بقى، هنا القماش كان طوله 140. فطبعا احنا عشان احنا تانيين القماش، ممكن تطلعي منه بقى يعني لو
شيلي الزيادة، هتقسمي المتر، تاخدي نص متر في طول القماش. خدنا كده اهو. بصوا انا بقيس 50 سنتي. بصوا كده انا بطلع المتر عشان ايه؟ افصلهم من المخدة والخدادية بتوع الملاية التانية. بوريكم كده ان انا هطلع المتر بتاع المخدة والخدادية. بعدين هاخد هي المفروض الخدادية بتبقى عرضها 55 سنتي في 70 طول، ب70 طول. بصوا كده انا طبقت اهو، بقسم بتن القماش، بطلع بوريكم ايه عرض المخدة. ممكن تقصي 45 وتبقى المخدة 40 عرضها، في طول القماشة في الطول 120 اللي هو ايه عرض السرير. بصوا حبايبي اهو انا بتني عشان اطلعهم، عشان اطلع المخدة اهو. تنيت كده. بصوا حبايبي انا بس بظبط القماش. ممكن ايه هتقصي 90 سنتي، هتقصي 90 سنتي. بصي كده بطلع اهو المخدة 90 سنتي واتنيهم على 2، هتبقى المخدة كده عرضها 45 سنتي. هي حلوة 45 سنتي. وخدي الخمسة الزيادة التانية على الخدادية هتبقى حلوة. ولو أخليتي المخدة 50 سنتي والخدادية 50 سنتي عرضهم هتبقى حلوة برضو. دلوقتي كل المقاسات اللي في السوق المخدة عرضها أقل كمان من 45 بتبقى 40. يعني احنا بس بنعمل براحة عشان احنا اللي جايبين القماش، لكن لو جايباه جاهز هتلاقي المخدة عرضها 40 سنتي، وبرضو الخدادية عرضها 50 سنتي. زي ما انتوا شايفين بقى كده انا بوريكم. دي قصت، انا كده قصيت وطلعت ايه المخدة. بصوا انا هنا بتني بوريكم مقاس الخدادية اهو. عندي 70 سنتي طول الخدادية، 70 سنتي في عرضها 50 او 55، يعني من 50 ل55. حلوة قوي. هنا انا بتني الحتة اللي فوق دي، انا خدت طول خدت 120 سنتي اللي هو ايه طول القماشة. خدت 120 في 50 سنتي. 120 ليه؟ بالقلاب هنطلع 70 سنتي. بصوا حبايبي طلعت انا هنا 20 سنتي من القماشة وخليت 70 سنتي. بصوا انا بقيس لكم اهو. تنيت هنا اهو، بوريكم كده عرض الخدادية. عرض الخدادية اهو 50 سنتي. 50 سنتي فده طولها مع تانية القلاب. الحتة اللي انا هقيسها دلوقتي اهو. بصوا دي حوالي 25 سنتي قلاب. انا تانياها كده، خلوا بالكم اهو. انا كده الخدادية وهي متنية القلاب بتاعها، فردتها تاني. انا كنت قصيت بقى، بدل ما اقص القلاب لوحده وارجع اخيطه في الخدادية. خدوا بالكم من الحتة دي، الحتة اللي انا يعني شاورت عليها كده بعرض الخدادية. انا خدت طرف، هو طبعا القماشة مقفولة 2 متنية 2، بتسيبي طرف وبتاخدي من طرف وتروحي قصة عرض بالعرض كده تطلعي الحتة زي ما انتوا شايفين. بصوا انا بقيس اهو. لو فردتي القلاب ده انا قصيت حتة، قصيت اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين انا بتني القلاب تاني. دي فردة واحدة، وفردة اللي قصادها انا قصيتها طلعتها تانية القلاب. هاخدها كده على المكنة، اتني الطرف زي ما انتوا شايفين كده. بتني الطرف بتاع القلاب، نتني الحروف الاول وبعد كده هنقفل اهو. بتني كده الطرف، هتشوفوها دلوقتي مع الخياطة هتوضح لكم. بصوا انا كده تنيت الطرف بتاع القلاب اهو كده اتنى. هتروحي بقى ايه قلبة القلاب لتحت، وهنا الطرف التاني اللي بيبقى قصاده
انتوا عارفين اي حد بقى عنده كده خداديه، كيس خداديه، هتلاقي الطرفين، الطرف بتاع القلاب والطرف اللي تحته بيبقوا متنيين. بتروحي قلبه القماشه اللي هي الخداديه نفسها، الاتنين الوشين بيبقوا لبعض والقلاب فوقهم. يعني بصوا انا كده تانية الخداديه اهو، الوشين اهو، بصوا زي ما انتوا شايفين اهو كده. انا تنيت الحرف، او بصوا انا قصيت الخداديه ازاي، واخدين بالكم من عندي ما انا ماسكه اهو من عندي ايدي. انا ما قصيتش القلاب وخيطته تاني في الخداديه، انا قصيته جنب واحد وسبت جنب تاني اهو من عندي ايدي. بصوا انا تنيت الحرف اللي بتاع القلاب والحرف اللي قصاده، ورحت قلبه الوشين بتوع الخداديه لبعض، والقلاب متنى عليهم زي ما انتوا شايفين كده. تبقى الخداديه كلها كده مقلوبه. هخيط زي ما انا بشاور لكم كده الجناب اهو، هخيط الجناب كده على المكنه. بعد كده هنودي ايه السرفله. خيطتهم. بصوا بقى بعد ما خلصوا، وطبعا كيس المخده بيتقفل عادي من الثلاث جهات، من بوز المخده من هنا وبوز المخده من هنا ومن طول المخده، وبتسرفليهم. بصوا هنا بعد ما خلصت الملايه وفرشتها، بصوا شكلها جميل ازاي. دي ملايه عاديه خالص ما فيهاش يعني، بسيطة جدا. انا حبيت ابتدي معاكم بالملاية البسيطة. بعد كده لما هنعمل بكرانيش هندخل لون في لون الماتشنج، هتشوفوا ايه اطقم يعني حاجات جديدة، حاجات بجبيرات ان شاء الله. جربوا كده واحدة واحدة، عيدوا الفيديو، خدوا بالكم، مع السلامة.